حرب الشوارع داخل مدينة سرت التي هاجمها المقاتلون التابعون للمجلس الانتقالي من كل الجهات أملا بتحقيق سيطرة كاملة على مسقط رأس القذافي. تقدم سريع حققوه بعد عبورهم البوابة الغربية إلى منطقة تبعد كيلومترين فقط عن وسط المدينة، غير أنهم واجهوا مقاومة عنيفة حيث يشكل إطلاق صواريخ سكود إحدى الأوراق المتبقية للكتائب. نيران القناصات بدورها لا تزال تعيق عملية السيطرة على المدينة، كما تؤكد تصريحات الأطباء أن عمليات القنص التي تمارسها الكتائب كثيرا ما تصيب أهدافها بدقة متناهية. تتراوح الإصابات بين الخطرة والمتوسطة، لكن في اللحظات الأخيرة حوالي آخر ساعتين يعني كانت إصابات خطيرة أغلبيتها في الرأس وفي الصدر يعني. ويقول الثوار الليبيون إن الهجوم الذي بدأوه الجمعة لحسم الأمور خلال ساعات أو أيام قليلة مكنهم من السيطرة على أجزاء هامة منها، فيما يسعون إلى تحقيق مكاسب أخرى تمكنهم من جيوب المقاومة التي تبديها الكتائب منذ أسابيع. بدينا العمليات من الصبح، وطبعا سيطرنا على جزء كبير من سرت، وما زال أمامنا الجامعة اللي هي جامعة سرت إن شاء الله. ويبدو أن إمهال سكان سرت أياما لمغادرة المدينة لم يشفع للثوار في ظل سقوط المدنيين جراء قصف لا يزال يثير سخط أطراف عديدة بينها أقارب الضحايا الذين يحملون المسؤولية حلف الشمال الأطلسي والثوار على حد سواء، لا سيما أن طائرات ومروحيات الناتو مستمرة في قصفها الجوي لمناطق عديدة في أنحاء المدينة. أما في بني وليد فقد شدد مقاتلو المجلس الوطني الانتقالي حصارهم للمدينة، حيث يخوضون مواجهات عنيفة مع أنصار القذافي في وسطها، فيما أرسلوا وفدا للتفاوض مع قبائلها لتسليمها خلال يومين أو مواجهة هجوم عسكري. هذه التطورات تزامنت مع وصول وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس ونظيره الإيطالي إغنازيو لاروسا إلى طرابلس لإجراء محادثات مع مسؤولي المجلس الانتقالي.